هنعمل بقى مع بعض اكلات العيد ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، صلوا على الرسول. ويلا بينا نشوف فيديو بتاعنا النهاردة. اول حاجة كده زي ما انتم شايفين، عايزاكم تشجعوني باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. طبعا في عيد الاضحى بقى اللي دابح بقى واللي شاري لحمة مجهزها عشان العيد. وطبعا الناس بتحب تعمل بقى ايه، اكلات جديدة ومش عارفة تعمل ايه عشان عندها لحمة ومش عارفة، عايزة اتغير بقى عن المسلوق وعن المحمر والكلام ده. هعمل معاكم بقى طاجن البطاطس دوت بطريقة حلوة وجديدة وهتعجبكم ان شاء الله. اول حاجة انا بشوح الخضار بتاعي، بيكون معايا بصل ومعايا كده حلقات كده من البصل ومعايا كمان طماطم وشطة خضراء. والخضار اللي انت عايزة تحطيه حطيه. ببدأ اشوحهم على النار كده الاول. طب انا بحب ادي اللحمة بتاعتي صدمة. تمام، مفيش مشكلة، هندي الفراخ بتاعتنا صدمة ونرجع نضيف عليها المكونات الخضار اللي هو عبارة عن البصل والطماطم والشطة. ومعايا كركم كده، بحب احط الكركم قوي في الحاجات اللي داخلها بصل زي اللحمة وما بصل، والفراخ اللي بالبصل بتبقى حلوة جدا وهيبقى لونه حلو كمان مع البطاطس بتاعتنا. شوحت بقى الخضار بتاعي ومعايا مكعبات كده من البطاطس. انا بحب في الوصفة دي اعملها مكعبات. لو انت حابة تعمليها حلقات تمام مفيش مشكلة. وزي ما قلت لكم لو انتوا حابين تشوحوا اللحمة بتاعتكم الاول وتديها صدمة كده مفيش اي مشكلة. كده او كده بتبقى تمام، وترجعي تضيفي عليها الخضار يدبل معاه. بحط بقى اللحمة بتاعتي كده مع الخضار واقلبهم كده مع بعض وابدأ اشوحهم كده لغاية ما اللحمة بتاعتي بسيبها لغاية ما تستوي تماما مع الخضار. قبل ما احط البطاطس، انا بحط البطاطس لما بتكون اللحمة بتاعتي خلاص دخلت على نص سوا او اكتر كمان من نص سوا، بتكون 3/4 سوا كده. ببدأ بقى ما بحطش عليها مية لان طبعا اللحمة هتنزل العصارة بتاعتها والخضار كمان هينزل المية بتاعته. بسيبها كده لغاية ما احس انها نشفت شوية وابدأ اديها شوية مية صغيرين بشوية مية صغيرين كده. انا ما حطيتش عليها مية خالص. زي ما قلت لكم الخضار بيبقى فيه مية، حطيت كده زي كوباية من المية ورحت طبعا مغطية عليها لغاية ما استوت زي ما قلت لكم. وهبدأ ان انا اضيف بقى البطاطس بعد ما تخش على السوا اللي هو خلاص هتكون قربت تستوي، عشان احنا عارفين ان البطاطس بتاعتنا ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق. تمام كده هبدأ بقى اضيف البطاطس بتاعتي، وزي ما قلت لك اللي انت حابة تحطيه حطيه. طب انا حابة احط خضار تاني غير البطاطس، طب حابة اضيف كوسة مع البطاطس او جزر مع البطاطس يبقى زي التورلي كده مفيش اي مشكلة، كله بيبقى زي الفل. وبكده بقى فضيتها بايركس ودخلتها تحت الشواية ومعاكي احلى طاجن بطاطس. تقدري كمان تعمليها في طاجن من بتاع اللي هو